الجزء الخاص بالريتين. انا دلوقتي عايز اريتين الموظفين اللي عندي، عايز احتفظ بالناس اللي عندي. وفي ظل المنافسة الشرسة اللي موجودة في الماركت، القصة ما بقتش قصة سالري بس، لا بقى في حاجات تانية زي البنفيتس، في حاجات تانية زي الورك انفايرمنت، ان انا اكون شغال في بيئة عمل صحية، الفلكسبيليتي في المواعيد، ان انا ممكن ورك فروم هوم، ممكن يكون عندي فليكسبل اورز. ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل توتال ريورد سيستم من غير ما يكون لود على الشركة عندي. ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الاتش ار دبلومة في اي بي اس. عايزه اديفلوب بقى في الناس اللي عندي، هل انا هديفلوب عشان انا عندي بادجت معينه فانا عايز يلا يا جماعه نروح ناخد تريننج؟ لا طبعا، انا ممكن يكون عندي عايز اديفلوب ناس، في ناس انا شايف ان هم كاليبرز مهمين بالنسبه لي فانا عايز انفست فيهم او اطور فيهم. ممكن يكون في عندي موظفين عندهم جابس في البرفورمانس بتاعهم وعايز ان انا اطور فيهم، فلازم اكون عندي بيرفورمانس مانجمنت سيستم قوي يعرفني مين الشخص القوي اللي انا ممكن انفست فيه ويكون ليدر بالنسبه لي في المستقبل، ومين الشخص اللي ممكن يكون عنده جاب وانا ممكن انفست فيه واطور فيه واداؤه يبقى افضل.